بصوا يا جدعان بقى، خليكم شاهدين خليكم شاهدين بالله عليكم. بصوا يا جماعه الشقه عامله ازاي. الشقه زي الزفت، تضرب تقلب وهي. انت جاي تشهدني على ايه؟ بس انا عاوز افهم، يعني جاي تصور لنا مراتك وتصور لنا الشقه وتقول زريبه ومش زريبه وجايفه؟ يا اخي اتقي الله، بدل ما تقف جنب مراتك وتساعدها طلعت تصورها. وهي قاعده لي هنا اهو، ولا بتعمل اي حاجه. بصوا تعالوا تعالوا تعالوا، بصوا بالله عليكم، بصوا بصوا ثانيه. بصوا الاوضه يا جدعان عامله ازاي. بصوا يا جدعان، بصوا يا جدعان، دي منظر الشقه. يعني طلعت تصورها وتشهر بها ولا ايه؟ عشان مش فاهم، يعني عشان خاطر الفلوس ولا عشان خاطر الشهره ولا ايه؟ اتنين عايشين فيهم متجوزين بقالها سنتين. بالله عليكم دي منظر شقه، بالله عليكم بالله عليكم. دي شايفين قاعده ازاي بدل ما تساعدها والله العظيم ما في حد جاي الا انت. انت اللي المفروض تقعد في زريبه. يا اخي اتقي الله في مراتك، باين عليها اللي هي تعبانه، اتقي الله. بدل ما تصورها ساعدها. ساعدها، يعني ايدك في ايديها تساعدها. دي الرجوله، مش اللي انت تطلع تصورها الدنيا عامله ازاي. انت ازاي يا بنتي، من انت مش قد الجواز بتتجوزي ليه؟ على فكره انا قلب الشقه عشان بروق، عشان داخله على ولادة. داخله على اولادها. انت لو عندك دم ما كنتش هتعمل كده، على الاقل كنت هتساعدني. على فكره انت بقالك شهر بتقولي انا داخله على اولادها. مش ولادها، انا هتجيب لك مولود يا بهيم يا حيطه يا لطع. اقول لك ايه، انت شبه شرشوبة الحمام والله، او المساحه بتاعه الحمام. ده دول لهم لازمه عنك، اقسم بالله انت مالك لازمه والله العظيم يرجل مني. يعني انا داخله على اولادها. اتقي الله بقى واشتغل شويه بقى. اتقي الله. شقه بص عامله ده، لو جالنا ضيف اقول علينا ايه؟ اقول علينا على. وحرام اتقي الله في مراتك، اتقي الله. يعني بدل ما تصورها تساعدها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيساعد زوجاته في كل حاجه. ايه اللي احنا وصلنا له ده عشان خاطر الفلوس والشهره؟ يطلع يصور بيته واهل بيته وشرفه. عشان ايه يعني؟ عشان ايه؟ انا عاوز افهم، يعني هنوصل لايه للاخر والله. يا حسرة على العباد، ربنا يسترها على اللي جاي. انا علم معفنه. ما حدش يجي طول محدش ما انا يجي. بروق الشقه، ما حدش يجي. والله. اه والله. اه هو ده كلامك. شهدوا يا جدعان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيساعد زوجته. يعني ما بتكبرش، ما بيطلعش يشوه سمعة زوجته. انت ايه؟ انت فين رجولتك؟ فين دماغك؟ فين؟ اقسم بالله يرجل منك، ربنا يقومها بالسلامة يا رب. وتشوف المولود على خير، سواء ولد او بنت، ويفرحها بيه. بس انا مش شايفك تنفع اب ولا تنفع زوج. اقسم بالله انت لاطع. لاطع وعامل زي الحيطه، ولا ليك منفعه ولا ليك نيله. كل ده عشان الشهره والفلوس. طلعت تفضح مراتك يا خايب، طلعت تفضح شرفك وعرضك يا خايب. هقول لك ايه، اقسم انا مش شايفك راجل. والله بصراحه يرجل منك، ربنا يقومها بالسلامه يا رب. يعني ويخرجها منك على خير. لان انت اخرك شبه شرشوبة الحمام او المساحه. ويمكن دول لهم منفعه عنك، يعني لهم منفعه، انت مالكش منفعه. انا شايفك مالكش منفعه. ويلا غرفه 60 داهيه تاخدك.